لو قلت لك ان انا خليت سواق اوبر ده يبقى رابر مشهور اكيد هتقول اني كذاب. انت كذاب. بقول لك انت مطرود، امشي وسيب الكاميرا. وانتوا ممكن تكونوا سمعتوا الاغنيه بتاعته ومش عارفين ان الفيديو ده السبب. وعشان الموضوع ينجح عملت خطه. اول حاجه لازم الاقي سواق اوبر بيعرف يراب، بعد كده هنسجل الاغنيه، بعد كده هنعمل فيديو كليب، بعد كده هنحاول نشهرها. في عقيده مشهوره بتقول ان اي حد بيتشهر في مجال المزيكا بيبقى بالحظ، بس انا شايف ان بمهارات معينه اي حد ممكن يتشهر، وهثبت ده بان انا اوصل ل 100,000 مستمع على كل المنصات في خلال شهر واحد بس. ماشي، احنا دلوقتي بنطلب اوبر عشان نشوف السواقين اوبر بيعرفوا يرابوا ولا لا، عشان ناخدهم على الاستوديو ونحاول نشهرهم. اول واحد يا رب يكون بيعرف يراب، استناه دلوقتي. نيسان صاني برونزي، ده راجل كبير. تفكر الراجل الكبير ده بيعرف يراب؟ السلام عليكم. كنت عايز اسال حضرتك حاجه قبل ما نتحرك. حضرتك بتعرف تراب؟ تغني راب؟ لا ليه؟ على قد سني. كنت عايز اشهرك والله. اصلا حاجز استوديو كمان 3 ساعات، نروح نسجل اغنيه ميوزك فيديو بتاعه ونشهرك. ماليش يلا. خلاص. طب معلش لو عطلتك، عايز ادفع البتاع، انا مش هتحرك. انا استغربت ان هو ما بيعرفش يراب. وطلبنا تاني. بص الصراحه كنت عايز اسالك سؤال غريب شويه. حضرتك بتعرف تراب؟ لا. وتاني وتاني وكلهم قالوا لا، فقررنا ان احنا نكلمهم قبل ما يجوا عشان ما نضيعش وقتهم. حضرتك بتعرف تراب؟ لا ما اعرفش والله. تمام ماشي شكرا. السلام عليكم. كنت عايز اسالك سؤال غريب. حضرتك بتعرف تراب؟ احنا هنهزر؟ انا عارف، انا اسف، بس والله يعني لو حضرتك بتعرفش خلاص اقفل يا باشا. ماشي يا باشا، خلاص هكنسل الرحله. ده في بوشي يا عم، حوار صعب قوي. وفضلت اكلم سواق اوبر ورا سواق اوبر لحد. الو عامل ايه الاخبار؟ اوبر الحمد لله. يا اوبر، حضرتك فين؟ انا واقف على اللوكيشن، بس كنت عايز اسالك سؤال هو غريب شويه. بقول لك ايه، انت بتعرف تراب؟ بس ايه العلاقه يعني؟ حلو قوي. بص احنا بنصور فيديو ليه علاقه بالحاجه اللي انا قلتها لك. انا بعمل فيديو اللي انا بخلي سواق اوبر يبقى رابر مشهور، وهسجل له اغنيه، وهنروح استوديو بعد كده كمان ساعتين هحجزه، وبعد كده هنصور ميوزك فيديو، وبعد كده هحاول اشهرها. فاهم؟ تمام معاك ولا ايه؟ تمام جدا والله. بجد والله؟ بقول لك انا لو مظبطها مش هيوافق بالسرعه دي. جامد. في مشكله يعني. ايه؟ لسه الاول اروح اظبط نفسي كده والبس وبتاع عشان خلاص نتقابل عندك في البيت؟ ماشي قدام البيت. ماشي خلاص ماشي جامد قوي. انا حبيتك اقسم بالله. بقول لك ايه، لو الموضوع مظبطه مش هيبقى كده. انا ما اظنش هم مصدقين، بس يا جدعان اقسم بالله ما كانش متخطط الهبل ده. المشكله ان انا حاجز استوديو كمان ساعتين وهقابله، فلازم ننجز. كده معانا الرابر واللي حسيتها اصعب خطوه، بس هل احط املي كله واثق في واحد لسه مقابله؟ اظن هنعرف لو ظهر في المكان اللي اتفقنا عليه. احنا دلوقتي بره بيت السواق اوبر، المفروض متفقين ان احنا هنتقابل الساعه 8 والساعه 8 وربع دلوقتي، فانا مش عارف هل هيظهر ولا لا. اوف برر. ايه عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار كله حلو؟ كله زي الفل. جاهز؟ جاهز. هنركب دلوقتي ونروح الاستوديو عشان نسجل اجمل اغنيه. ما تضطرش يا عم، انا متحمس قوي وان شاء الله هنعمل حاجه جامده قوي. جاهز؟ يلا بينا. وحصلت مشكله بوظت كل حاجه. بعد كده بدانا الطريق وكنت عايز اتعرف عليه اكتر، فسالته كذا سؤال. انت بدات ازاي الراب؟ احنا كنا شله مع بعضينا في المدرسه في ثانوي، كان فيها شاب من المدرسه. انت عندك كام سنه؟ 25. كان هو انت بقالك سنين بتراب. ده حقيقي. كان في شاب كده فلتة معانا في المدرسه جذب انتباهي، فاهم، للمجال وبتاع، اسمه احمد سانتا. اكيد تسمع عنه يعني. انت عارف احمد سانتا؟ ما تهزرش والله يا الهبل ده. منين اصلا؟ من الزيتون. من الزيتون؟ الجامدين. ايوه سانتا وكوردي انت اخر مره دخلت الاستوديو كان من امتى؟ 2019. ده من 4 سنين؟ 5 سنين؟ 5 سنين بجد والله؟ والله. لقيت لما قال لي انه بقاله اكتر من 5 سنين ما دخلش الاستوديو، بس كلامه عن الراب بعد كده خلاني ابتدي اثق فيه شويه. بتحس بايه وانت بتعمل مزيكا؟ تبقى متعه، فاهم يعني، انت كانك طاير، وقفتك اصلا قدام المايك وانت بتقول الكلام اللي انت كاتبه، فاهم، على البيت اللي انت كاتب عليه وبتاع، فالموضوع حلو. نزلت اي اغنيه قبل كده؟ لا للاسف يعني دي اول اغنيه انا اعملها. ده حقيقي. جامد. سؤال غريب، ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ هي ممكن نقول الباستا مثلا. بجد؟ انا عاشق المكرونه جدا. حلو والله. ريد صوص بقى ولا وايت صوص؟ لا وايت جبنه وكده. كل حاجه تخيل. بعد كده فضلنا نسمع اغاني عشان ندخله في المود ونجهز للاستوديو. دلوقتي وصلنا الاستوديو، يلا بينا. جاهز يا ميرر؟ الان انا متحمس قوي. الغريب ان احنا لسه مقابلين ميرر من ساعتين بس، وواثق في الناس هو اول مره يشوفهم، بس هل احنا نثق فيه فعلا ان هو بيعرف يراب؟ سمسم بيسخن.
MCM. ايوه يا سيدي. ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، ده عبقري في المزيكا الراجل ده، يعني كان عامل اغنيه فايرل النهارده كده يعني. استوديو جامد حبيبي. ويلكم تو كونتيننتال. شويه حاجات لما عرفت انتوا جايين بجد طرش. يلا بينا. ايه اكتر رابر انت بتحبه؟ شاهين عبقري اكيد. شاهين؟ بقول لك ايه، عشان انت اشتغلت معاه؟ عملنا تراك عنده في الالبوم. واحد بقول لك ايه، انسان فاجر طيب هامبل بطريقه لو شفته هتحبه. ميرور كان فرحان قوي ان هيسجل في نفس المكان اللي اكتر رابر هو بيحبه سجل فيه، ومع نفس مهندس الصوت اللي عمل لشاهين الاغنيه MCM. وعلى طول بدانا نسمع بيتس عشان ميرور يختار انهي واحده هو عايز يغني عليها. جامد. وسمع البيت ده كمان. كل حاجه مسجله هنا صوت قطر. قطر وده جبت صوت القطر وحطيته في بيت. بس ما تاكدناش ان هو رابر لحد ما سمع البيت ده. طب ما اتعلمنا البيزا شويه بس جامد. الجملة في ايدي تحشيقي ضغطتي على الوش استراتيجي مثلث متمج اشتراكيني هسحب دمك من تحليلي ولا تحليلي ولا تعجيزي. بقول لك كده ستايل جامد. بقول لك ايه ومسجل يطلع على طول. وبس بدا يمنبل، بعد كده كتب وبدانا نسجل. ولا حصوة في عينك شفنا ما شاء الله. ولا ايه ولا حرقكوا وجودنا عشان انتوا وانا عندي اللعبة على تقيل، عندي الصني بكره الامشي كله. يعني مش عارف احرق اكتر من كده، بس بعد لما ميرور سجل بداوا يعملوا شويه حاجات ما كنتش فاهمها، فانا وحلمي كنا بنلعب. بعد كده ندهولنا وقالوا لنا ان هم بقول لك خلصوا. ايه، جامد موت. وانا عارف، انا واثق ان الاغنيه دي بالاثنين دول انها هتجو فايرل، وهنثبت انها مهاره مش حظ. كان يوم حلو بصراحة، واتشرفت ان انا عرفت MCM. يا باشا الشرف لينا. اخويا حاجة حصلت يا جدعان الراجل ده هيطلع تراك بوم. وانا مبسوط ان احنا عملنا الفيديو ده، وان شاء الله نعمل حاجة كويسة ونظبط الكلام. وبس مشينا من الاستوديو واحنا عارفين ان احنا معانا تراك، بس لسه الشغل ما خلصش، لسه هيبتدي. ماشي 3 ايام عدوا، عملت فيهم الكفر فوتو بتاعت الاغنيه، ورحت MCM عشان ننزل الاغنيه على كل المنصات، وهننزل بكره عشان نصور فيديو كليب، وهنصور تيك توكس عشان تساعدنا نسوق للاغنيه. يلا بينا. ماشي يا جدعان. احنا دلوقتي ظبطنا تيك توكس نصورها عشان هو ده المكان اللي احنا هنحاول نشر فيه الاغنيه، عشان معظم الاغاني بتتشهر على التيك توك. وميرور هنا حضر لنا 30 تيك توك هنصورهم، وبدانا نصور كام تيك توك انا كنت مخطط، وانا عشان تيك توكر قديم فاديت لميرور كام فكره ممكن يعملها عشان يجيب مشاهدات، وعرفنا نصور اكتر من 20 تيك توك في اقل من ساعتين بس. كده وصلنا عشان هنصور الميوزك فيديو. ليه هنعمل ميوزك فيديو؟ عشان زي ما انتم عارفين كل اغنيه مشهوره هتلاقي عندها ميوزك فيديو مشهور، فعشان كده احنا هنعمل ميوزك فيديو ومأجرين الفيلا دي عشان هنصور فيها الميوزك فيديو. هنصور في الفيلا دي. ايه رايك يا ميرور؟ جامد. ها في الميوزك فيديو يا جدعان لازم نبين شخصيه ميرور، ففي كذا حاجه قبل ما نصورها هقول لكم اللي احنا هنصورها عشان نبين شخصيه ميرور اكتر في الميوزك فيديو بتاعه. انت عارف مين ماضي هنا؟ مين؟ مايك تايسون. طز اقسم بالله. خاطب. بص يا حلمي، انت هتجري كأن ميرور بيجري وراك. ماشي ماشي حلو. ولا جاهز؟ جامد. زي ما قلنا اللي احنا عايزين ناخد حاجات في شخصية ميرور في الميوزك فيديو عشان نبينه اكتر، زي لما احنا طلبنا اوبر وهو جالنا بالنيسان صاني، عايزين نصوره وهو قاعد عليها. يلا بينا. ولا حتى لو كان منا ولا حد في يوم يكسر عنا، من الزيتون يبقى اسأل عنا بلدي وبفتخر ان انا منها. وفضلنا نصور حتت من الفيديو كليب، والموضوع طلع ألذ من اللي انا توقعته. وبعد 4 ساعات تصوير واخيرا
بقول لك احنا لحد دلوقتي مش عارفين اسم الاغنيه. احنا لحد دلوقتي ما فطرناش. اوكي، عدى اسبوع. في الاسبوع ده منتجت الفيديو كليب ومنتجت كل التيك توكس اللي احنا صورناها، وبكده فاضل بس ان احنا نبتدي ننزل نسوق للاغنيه. فانا عملت حسابات لميرور على كل المنصات عشان نبتدي ننزل فيها الفيديوهات واي اخبار عنه، بس اهم حاجه عندنا التيك توك وده اللي هنبتدي ننزل فيه. فهنزل فيديوهين دلوقتي وبكره هنشوف عملوا ايه. ده اول فيديو ولا ايه ده تاني فيديو. ميرور كان بيرمي على حلمي بلالين ميه. المهم هنزلهم دلوقتي وبكره هنشوف عملوا ايه. اليوم التاني من التنزيل جماعه. امبارح بدل لما انزل فيديوهين نزلت 6، ما جابوش المشاهدات اللي انا افتكرت اللي هم هيجيبوها. اكتر واحد جايب 586 مشاهده، بس احنا لسه عندنا وقت اللي احنا ننزل فيديوهات اكتر، واهم حاجه ان احنا نثبت انها مهاره مش حظ. تالت يوم بس حصل لنا مشكله، بيج الانستجرام بتاعت ميرور اتقفلت، مش عارفين ليه، لسه بنظبط الحوار. احتمال نعمل بيج جديده، ونزلت 6 فيديوهات كمان وعملوا احسن من اليوم اللي قبليه. كل واحد فيهم جايب 600 فيوز مثلا، واليوتيوب برضو عامل كويس قوي، وانا الصراحه متفائل. فيلا بينا. في الايام اللي بعد كده فضلت انزل تيك توكس اللي عملناها، بس ما كانش في حاجه كبيره بتحصل لحد ما نزلت الفيديو كليب وصحيت تاني يوم. ماشي يا جماعه، لسه صاحي. ميرور لسه مكلمني وقال لي شوف الميوزك فيديو وصل لكام. كان متحمس قوي. الهبل ده 15,000 مشاهده في يوم واحد. قال لك ازاي؟ ماشي يا جماعه، ده اخر يوم في التحدي. نزلنا الميوزك فيديو ونزلنا 100 تيك توك على التيك توك، وبعد كل المجهود ده اخيرا جه اليوم اللي احنا نكلم ميرور عشان نقول له النتيجه. يلا بينا. هل احنا وصلنا لل 100,000 مستمع ولا؟ يا ميرور عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش. والله جاهز تعرف النتيجه اللي وصلنا لها بعد شهر من الشغل ان احنا نخلي سواق اوبر يبقى رابر مشهور؟ متحمس جدا. ماشي. بعد شهر من الشغل للأسف ما وصلناش ل100,000 مستمع. يعني عملنا اللي علينا وانت عملت اللي عليك. والله بص، انا كنت يعني مدي طموح اكتر من كده، بس يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس يعني الحمد لله. مش معناه ان احنا نيأس، اكيد هفضل اكمل فاهم، وهجرب كذا طريقه تانية، يعني هفضل متمسك بحلمي اكيد. انت عارف يعني انا قلت لك ان ده حلمي والناس فاهم. صح الكلام ده، وربنا يوفقك يا ميرور. وبجد انا لسه واثق انها مهاره مش احنا فعلا ما وصلناش للهدف بتاعنا، بس كانت من احسن التجارب اللي عملتها في حياتي، وكله طلع منها مبسوط. كده كده الحلم محتاج سعي ومحاولات كتيره، وعمري ما هنسى ميرور قال ايه في الاول. ايه اللي هيحصل لو الخطه اللي احنا عاملينها ما نجحتش؟ بص اكيد هتضايق، بس هي الدنيا فرص، فيعني زي ما بيقولوا كده لازم تمسك في الفرصه. بس لو ما نجحتش اكيد مش هبطل يعني. أيوة. لازم يفضل يعافر في الحاجه اللي هو بيحبها لحد ما يوصل. بس انا حبيتك والله ميرور. بس انا لسه واثق انها مهاره مش حظ، وحاسس ان ميرور لسه عنده فرصه كمان من الفيديو ده. فانت لو بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي حالا انزل هتلاقي لينك الميوزك فيديو بتاع ميرور في اول الديسكريبشن تحت. دوس عليه واتفرج عليه واعمل له لايك، عشان لسه عندنا فرصه ان احنا نثبت انها مهاره مش حظ. واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وزي كل مره هخلع انا بقى.